شُفت صور كتير بالفكرة دي، بس بجد ما كنتش متوقعة إنها على الحقيقة حلوة أوي كده، بجد شكلها خطير وخصوصًا في الضلمة. أول حاجة جبت الفوم ونستخدم أي حاجة مدورة عشان نرسم الهلال، نرسم دايرة كاملة ونحرك الطبق ونرسم نص دايرة، بعدين قصيته من على الفوم. الهلال حجمه كبير شوية فمحتاج نلزق له ورق أو كرتون عشان يبقى ثابت كده، فحطيت عليه غيرة ممكن تستخدموا الشمع ولزقته على ورق كانسون. لو عندكم ورق كانسون هيبقى أحسن من الكرتون، هيبقى أسهل لكم في القص والموضوع مش محتاج كرتون. وقصيت كل الورق زيادة وطلع بالشكل ده. كنت قاصة كمان مجموعة من النجوم كده بأحجام مختلفة، منزله لكم طريقتين لقص النجمة. هنحتاج كمان عصيان الشيش طاووق ونقصهم بأحجام مختلفة، وأثبت كل نجمة في عصاية. وكمان الهلال هنثبته على عصاية شيش طاووق. بعد كده جبت كرتونة كنت قصاها على شكل سحابة. كمان هنحتاج الفلين، قصيت قطعتين قد بعض ولزقتهم في بعض بالشمع عشان تبقى عالية شوية. وطوا درجة حرارة المسدس قبل ما تعملوا كده عشان الفلين ما يسيحش. بعدين لزقتها على الكرتونة. هستخدم فرع النور ده واوزعه على الكرتونة وهيساعدني في تثبيته الورقة دي. قصاقيس ورق كده بنحط على أطرافها شمع ونثبت بيها السلك، بوزعه في كل مكان كده عشان الكرتونة كلها تنور. بعد كده نبدأ نثبت الأشكال اللي قصيناها على الفوم، فهثبت الهلال هنا كده ونحط شمع على النجوم ونوزعها على الكرتونة. طبعا كنت بثبتهم شوية لحد ما الشمع يبرد. بعدين حطيت شمع على الفلين، وبعدين وزعت القطن وممكن تستخدموا الفايبر. وما حطيتش شمع خالص على الكرتونة، أنا حطيت القطن على طول وكان ثابت كويس. وبس كده خلصنا. بجد الفكرة رهيبة وشكله حلو جدا، والأضواء في الضلمة مع الجليتر شكلهم يجنن. ده غير يعني إنها سهلة وما خدتش مني وقت كبير. وبس كده، ما تنسوش بقى تقولولي رأيكم.